في أزمة المغرب الآن. وفي الحلقة ديت أنا ذكرت إن أحد أكبر عوامل الأمان في المغرب طبيعة الشعب بتاعها، طبيعة الشعب المتميز بالنخوة، المتميز بالإيثار، بحب الآخرين، بتفضيل الآخرين على نفسه. في الشعب ممكن يتغاضى عن أخطاء الآخرين لكي تمر الأمور وتعبر الدولة الفتنة. كل ده بيطمنا. وطبعا ذكرنا غيرتهم على المسلمين بشكل عام ونخوتهم مع الأندلس ومع أفريقيا بشكل عام ومع هموم المسلمين. لكن النهاردة أنا بقدم دليل أقوى من ذلك، أقوى لأن الذي قدم هذا الدليل وهذا الوعد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادى بشارة إن أهل هذا البلد إن شاء الله يكونوا على خير ويعبروا الفتن، يثبتوا في الأحداث الجسام. وهذا ليس خاصا بمرحلة تاريخية معينة، إنما هو إلى يوم القيامة. طالما إن في بشر عايشين فأهل المغرب ثابتين إن شاء الله رب العالمين. طبعا ده كلام ممكن الناس تستغربه. نراجع الروايات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهي روايات صحيحة في صحيح مسلم.